شخصيات حموية كردية. آلام في سطور: حرش الباكير البرازي قاتل سامي الحناوي بقلم المحامي معتز البرازي. هو من مواليد حما 1920، وهو أحد أبناء أحمد الباكير البرازي ال17. عمل في الزراعة، كان مثالا للرجولة والشهامة والنخوة، إضافة للقرابة كأبناء عم، وقد كانت تجمعه صداقة متينة مع ابن عمه الدكتور محسن البرازي رئيس وزراء سوريا الأسبق. عندما حصل إعدام محسن البرازي ظلما وعدوانا وغدرا ولؤما من قبل قائد الانقلاب سامي الحناوي في 14 آب 1949، قرر أكراد سوريا عموما وعائلة البرازي خصوصا الانتقام لمقتل محسن البرازي، حيث تصدى حرس البرازي لهذه المهمة وأخذ على عاتقه الأخذ بالثأر وإنزال القصاص العادل بحق سامي الحناوي. بعد قيام أديب الشكل بانقلابه على سامي الحناوي في 19 كانون أول 49، وقد زج بالحناوي في السجن مدة 7 أشهر، ثم أخرج سبيله ليتوجه إلى لبنان. في لبنان قام حرس البرازي بملاحقة الحناوي حتى ظفر به ليقتله في 31 تشرين أول 1950 في بيروت. تم إلقاء القبض على حرس البرازي حيث حكم عليه بالإعدام، ثم تم تقويض الحكم إلى 18 عاما، ثم أطلق سراحه بعفو خاص عام 1953 ليعود إلى حماه بمهرجان احتفالي كبير. وهنا لابد من التوي إلى أنه عندما لم تتم محاسبة الحناوي على فعلته سواء قضاء أم سياسة، فإن حرس البرازي حل محل القاضي في الاقتصاص لمقتل ابن عمه كما ورد في الآية الكريمة: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. توفي حرس البرازي في 23 كان أول 2015 في الولايات المتحدة الأمريكية، ودفن في أربيل في العراق بناء على وصيته، حيث جرى له موكب مهيب رسمي وشعبي شارك به جلال الطالباني رئيس الجمهورية. كان يضرب المثل بحرس البرازي في رجولته وشهامته، لدرجة أنه عندما يحكم أحد السجناء بمحكومية تكون كبيرة حسب اعتقاده فكان يقول: إيش أنا آتي الحناوي. وهذه العبارة كانت وما تزال متداولة بين المساجين في سوريا ولبنان.